وأنت تشارك في مثل هذا المهرجان المشرف؟ أول شيء شرف لي أن أكون ثاني مرة متواجد في مهرجان أبها، وأمام الأمير فيصل بن خالد، وأمام كمان أهالي أبها، يعني كمان أهلي وناسي يعني. فشرف زي ما قلت لك، شرف كبير إنه أكون متواجد، وإن شاء الله منها إن شاء الله الجاية. علي عبد الله. طبعا هذه المرة الثانية اللي أشارك فيها في مهرجان أبها، وطبعا أنا من أبناء المنطقة وتربيت في أبها وعشت في أبها، وأنا أعتبر أبها بالنسبة لي هي ذات وكيان وروح، وكما قال الشاعر يعني بحكم أنه أخونا الشاعر موجود، قل أبها عشقتك جنة الجنات، أقسمت أنك قطعة من ذاتي، أهواك بل أهوى اعتلال نسائم جدلا تتيه على ربى الصلوات. فأبها هي ذات وهي روح، وصحيح أني الآن بعيد عنها، ولكن هي في الأخير طبعا منبع لي وأساس لي، وأشكركم صراحة على هذا الاستضافة. احنا شفنا شاعر مو فنان. شاعر ما شاء الله. صح ولا لا؟ صحيح. طيب هذه التجربة وأنتم الحقيقة يعني تبدأون مشوارا فنيا، نتمنى لكم إن شاء الله في التوفيق والنجاح. كيف لمستم هذه التجربة العام والسنة هذه، بعيدا عن أن يكون مهرجان مثلا، يعني كأداء، كتعامل مع جمهور، كمساحة؟ مهرجان أبها السنة اللي فاتت كان أول مهرجان لي أسويه يعني، فكان لي تجربة جديدة، يعني لسه كنت متخوف من الفكرة، وكنت يعني كنت على المسرح مو منطلق كثير، يعني ما كنت أتفاعل مع الأغنية وكذا. بس هذه المرة الحمد لله إنه حصلت اكسبيرينس من المرة الأولى، فالحمد لله يعني. أخوي عبد الله، تبي نسميك شاعر ولا؟ والله كل اللي يجي منك حلو. الله يحفظك. تكلمنا عن تجربتك. والله التجربة الأولى طبعا كانت هي انطلاقة، يعني اعتبرها انطلاقة كانت بالنسبة لي. وطبعا التجربة الثانية هذه أنا لاحظت في فروق يعني وفروقات كثيرة يعني بين المرة الأولى وبين المرة الثانية، من ناحية الحضور، من ناحية الجمهور، من ناحية الإعداد الكامل للمهرجان. كان طبعا من الحسن للأحسن يعني دائما. فطبعا كانت التجربة المرة الثانية جميلة جدا، وأنا اليوم كنت في قمة طربي على المسرح صراحة ومسلطن. إن شاء الله إن شاء الله إنه زميلنا المخرج توصل المادة بالكامل ويورينا منها أجزاء بحول الله إن شاء الله. والجميل أيضا إنه كان الحفل بالكامل، يعني الحقيقة هذا يثمن لوزارة الإعلام، كان بالكامل على القناة الثقافية، ثم ها أنتم تتواصلون معنا، ونقلنا بعض الحقيقة المقاطع تتواصلون معنا على القناة الأولى، فهذا الحقيقة يعني نعتبره واجبا، والسياحة أصبحت مشروعا وطنيا يجب أن نسهم فيه جميعا. مهرجان أبها يجمعنا لهذا العام يحمل الكثير، مهرجان تحته 18 مهرجانا، ليس كذلك؟ صحيح. حدثنا باختصار عن هذا المهرجان حتى تصل يعني المادة إلى الزمن. المهرجان صراحة أتوقع السنة هذا مهرجان مختلف تماما. الله. إيش رأيكم في التعاون مع مثل هذا الشاعر؟ والله ما نقول تعاون، لا نقول إيش رأيكم كفنانين؟ والله ما شاء الله. أي ما يحتاج. خوف ذا بيسوي بمبة ذا. لازم توعدني ترى بعد هذا. خلاص بتصير حبة يا علي، ها؟ إيه ما يحتاج. الله يوفقكم جميعا إن شاء الله لكل ما هو مشرف وناجح، وإن شاء الله في المستقبل. يعني أنتم بدأتوا من خلال هذا الأداء الجميل لهذه المهرجانات، وهي إسهام وطني رائع فيما يبذل من جهود في هذا الجانب. أبو ريان الحقيقة راح الوقت كله وأنتم في المهرجان، ولدينا الكثير والكثير، والأخ أبو وليد حضر أشياء كثيرة وراح يصور أشياء كثيرة، يعني يمكن الوقت لو تكلمنا من للصباح ما يكفي، لكن باختصار وقبل أن ينتهي وقت البرنامج، ماذا لدينا خلال اليومين القادمين؟ اليوم القادم حيكون باذن الله طبعا افتتاح طبعا المهرجان التسوق في يوم الجمعة باذن الله سبحانه وتعالى. يوم السبت حيكون باذن الله انطلاق الالعاب الناريه على بحيره السد. السبت القادم. السبت القادم باذن الله تعالى. طبعا حيستمر المهرجان لمده 30 يوم. يعني ليليا ان شاء الله حيكون هناك يعني العاب ناريه وضوء. ليليا بشكل ليليا 30 يوم. 30 يوم. والله الناس كنا يعني تخيل انه ليليا تقام فعاليه الالعاب الناريه، يعني كل يوم فرح في كل ليله فرح. الحمد لله. لماذا غيرت في مهرجان؟ ليش؟ انتم كنتوا اسبوعيا او كذا؟ والله يعني شفنا الاقبال كبير الحقيقه، وشفنا رغبه الناس الحقيقه لفعاليه زي هذه كبيره. اضطرينا طبعا راينا من المناسب الحقيقه انه نعطي
يعني فرصة كبيرة للزوار التمتع الحقيقة بهذا الفعالية المهمة، واللي زي ما قلت تعطي فرح وتعطي راحة وتعطي فيها أبعاد جميلة. لما تشوف الألعاب النارية أنت توقف وتقعد تناظر. مش اسمها ألعاب نارية، عروض طبعا. عروض. ما اسمها ألعاب نارية من المسمى الدارج يعني، وإلا هي يعني. أنا ودي أعود للفنان محمد وعبد الله، يعني ما بعد البريت هذا اللي شاركتوا فيه افتتاح مهرجان عسير، إيش القادم مستمع ومتابع لكم؟ إن شاء الله راح يكون عندي مهرجان غنائي في جدة إن شاء الله بعد أسبوعين، وإن شاء الله في احتمال إن شاء الله يكون في مهرجان غنائي في أبها. مهرجان غنائي إن شاء الله. هذا جديد. مهرجان غنائي. هي أبها إدمان يعني اللي بيغني فيها مرة يبغى يغني. إيه صراحة، لأن الواحد لما يغني هنا في هذه الأجواء يعني يحس بأجواء. هو الحقيقة كونكم يعني من أبناء المنطقة وتسهمون هذه الإسهامات مع مجلس التنمية السياحية وما يقدمه من إنجاز، وأنا أحيي الحقيقة في الأستاذ عبد الله أن حرص على أبناء المنطقة الذين لديهم مثل هذه المواهب والقدرات. فالحقيقة يعني أنتم دائما حريصين على مثل هذا الجانب وليس غريب عليكم، وأبناء المنطقة يعني دائما لم يعني يكونوا في مناسبة أو احتفال أو مشروع إلا كانوا مشرفين. يعطيكم العافية. الله يحفظك. الحقيقة ودنا إذا كان الزميل المخرج عنده ولو مقطع بسيط من يقول ما وصلت، يقول والله لسه باقي أنتظر مثلكم يعني. طيب على أي حال، والله كنا نتمنى أن نطرح الكثير من المواضيع ونسأل الكثير من الأسئلة حول المهرجان، حول حفل الافتتاح، فربما الوقت لا يسعفنا الحقيقة. أبو ريان باسمي وباسم الزميل عوض القحطاني أبو وليد الحقيقة اللي هو كمان هناك مخبي أشياء كثيرة، نقدم لكم الشكر والتقدير، واعذرونا إذا شوية عانيتوا في الجية، فشكرا جزيلا لكل ما قدمتم، شكرا جزيلا لكل عطاء على أرض هذا الوطن الكبير، والقادم أجمل بإذن الله. وأخوي أبو وليد الحقيقة جاي من الرياض وجاي معه